اهلا بكم في حلقه النهارده 3 يناير 2017. كانت 2016 دي اسوأ سنه على العرب، على امه العرب. في ناس ماتت فيها وناس اتصابت، في ناس ماتت يعني فرقت الحياه، وناس ماتت كرامتها، وناس ماتت اصلا شهامتها ونخوتها، يعني الموت بانواعه يعني. انما سيبك من 2016، تعال نتكلم عن المقدمه الرائعه الجميله دي، وفكره الكاتب الكبير الاستاذ محمد عباس، وده راجل عظيم. وفكره النكته اللي دارت في مصر كلها لما الناس قالت لمبارك يعني ابقى كتر اللي بيضربوا القفا. هو الاستاذ محمد عباس لانه كاتب كبير يعني بيقولها ضرب بالقفا، هي كانت في الشارع ما بتقالش كده عشان بس نبقى واضحين، يعني كانت بتقال حاجه ثانيه. فالجماعه المصريين كان بيحصل فيهم حاجه ثانيه، ويقولوا لمبارك ابقى كتر الناس اللي بتضرب بالقفا عشان نخلص. المصري او جزء كبير من المصريين بيعرفوا يعيشوا على، والعرب على فكره يكيفوا حياتهم. المقدمه دي الحقيقه فكرتني بحوار دار بيني وبين كاتب سعودي اسمه الاستاذ ابراهيم الشدوي. بيقول لي الاستاذ ابراهيم، بيقول لي انتوا لازم تلاقوا حل، ولازم الاعلام يتحول من كذا الى كذا، ويبقى الاعلام ده بيضع حلول. فقعدت اسمعه، هو راجل كاتب كبير وله وجهه نظر ولازم نحترمه ولازم نسمعها يعني. بس الناس فاهمه الاعلام غلط. الناس فاهمه الاعلام والسينما غلط خالص نهائي جدا. افتكر المقدمه اللي احنا قلناها، وافتكر اخر طلبات، ارجع حتى اخرج من طابور القفا ده بقلبك. انا هحكي لك حكايه النهارده عن سنه 1963. مخرج ايطالي اسمه فرانشيسكو روزي. الراجل ده عمل فيلم كده غريب قوي. الفيلم كان اسمه السيطره على المدينه، وساعات ترجمه الهيمنه على المدينه، وله اسم كده بالايطالي ما اعرفش انطقه يعني. لكن في الفيلم ده بيحكي الراجل فرانشيسكو ده، بيحكي عن رجل اعمال اسمه نوتولا. نوتولا ده كان بيشتغل في العقارات وبزنس، وهوب يا معلم لعبت معاه البليه، انضم لحزب يميني، نجح الانتخابات بقى عضو برلمان في روما. الفيلم بيحكي كده يعني. والراجل بقى مشهور جدا، وعمل ايه الراجل ده بقى؟ زوج السلطه بالمال، اللي هو احنا شفناها ايام مبارك احمد عز وغيره يعني، واللي بتحصل دلوقتي، اللي هو تزوج السلطه بالمال. وفضل الفيلم ماشي عادي جدا، ونوتولا ده بقى رجل دوله عظيم والى اخره، بزنس مان كبير جدا ويبني مباني وحاجات في البلد وبتاع. وفجاه الفيلم يتقلب لما عماره من اللي هو بنيهم تقع، وقعت بقى بسبب العماره اللي جنبها كان فيها شغل، بسبب حاجات، المهم العماره وقعت. فبدات الجرايد والصحافه تطلب محاكمه نوتولا ده، وهوب الانتخابات خلصت، وهوب الدنيا اتقلبت عليه، واليسار راح واقف ضده، وبقت فضايح وهتايك وجرس، والبرلمان اتكلم وطالبوا محاكمته وبتاع. عمك نوتولا ده لانه زوج السلطه بالمال قدر يرشي كل اصدقائه، وقدر يرشي كل الجرايد، وقدر يعمل كل حاجه. المهم القضيه اتلفقت ودخلت ادراج. يعمل ايه نوتولا؟ انضم لحزب تاني ونجح في الانتخابات. بيخلص الفيلم على نوتولا البيزنس مان ده وهو بينجح في الانتخابات مع حزب اخر، ويتحول بعد هذه الفضيحه الى ايضا عضو برلمان. وبيخلص اخر لقطه في الفيلم، والجماعه بتوع اليسار في روما عمالين واقفين شعارات ورفع مش عارف ايه، بس مين اللي انتصر في النهايه؟ نوتولا ده. لما خلص الفيلم اتصدم الجمهور والنقاد جدا، وسال فرانشيسكو روزي، قالوا لي طب يعني انت النهايه دي صادمه ومأساويه جدا. قال لهم ليه؟ قالوا انك انت عملت رجل الاعمال ده هو اللي انتصر، واليسار لسه بيزعق في الشارع وما وصلش لاي حاجه، احنا اللي اتهزمنا، الحق هو اللي اتهزم. رد الراجل قال جملتين لهم علاقه بالمقدمه. قال ايه بقى؟ قال انا لو عملت ان نوتولا ده انتهى واتهزم واتسجن، يبقى انا بضحك على الناس. السينما مش دورها انها تضحك على الناس. لو انا عملت كده يبقى كاني بقول للناس الحل على الشاشه، والحقيقه ان الحل في الشارع، الحل على الارض مش في السينما. مش تخش دار عرض تضرب الفيلم تشوف نوتولا بيتسجن وبيتحكم عليك 100 سنه سجن فترتاح وتخرج تكمل حياتك عادي. قال لا، الحل مش على الشاشه، الحل في الارض، الحل عندك انت. انت اللي تنزل، انت اللي تخرج من طابور القفا ده عشان تقول لا حتى لو بقلبك. دي وجهه نظر نوتولا عن الفن وعن الدراما بشكل عام. صحيح الفيلم كان يعني تكلفته قليله جدا، وصحيح ان الراجل ده اصلا ما عادش موجود وخلاص، وربما بتوع السينما اللي زهقتنا يفتكروه، انما الفيلم ده علامه من علامات السينما السياسيه. والحقيقه الفيلم الرساله بتاعته مهمه، ان هيفضل نوتولا اللي زوج السلطه بالسياسه ده او بالمال هيفضل ناجح طول ما اصلا في ناس راضيه انها تقف في الطابور تتضرب على قفاها. طول ما اصلا في ناس، وده في مصر بقى كتير جدا، طول ما اصلا في ناس يقول لك يا عم مش مشكله، ايه يعني نتضرب على قفا بس نمشي، ايه يعني كذا بس نعمل. وهو في الاخر ماشي بمبدا او المثل المصري اللي بيقول مد رجلك على قد لحافك مد رجليك. هيفضل لا هيلاقي اللحاف ولا هيلاقي رجله ولا هيلاقي حاجه طول ما انت بتكشكش في نفسك كده. فالحل زي ما قالت المقدمه، ارفض، ما توقفش في الطابور، ما تخليش حد يضربك على قفاك. والنكته ما بتتكلمش على القفا، النكته في الفيرجن بتاع الشارع مش قفا خالص. ما تخليش حد يعمل فيك كده، انزل وقول لا، انزل وقف. الجبان ده خايف منك، بس انت الحقيقه اللي اديته الفرصه. لكن انك تطلع تقول زي فاطمه كشري كده معلش والبس كلاسين، انت متخيل؟ انت متخيل الرساله دي اللي احنا بنضحك عليها دي السيسي استقبلها ازاي؟ تعال نشوف البوست بتاع النهارده. بتقول بجد وبدون هزار، هل السيسي هيسمع نصيحه الفنانه فاطمه كشري ويلبس كلسون عشان البرد؟ اشوفكم الليله في مصر النهارده. انت متخيل يا ست فاطمه؟ انت ست غلبانه مصريه جدا، انت اللي صنعت الالهه والديكتاتوريين اللي زي السيسي. انت عارفه يا فاطمه، انت ست مالكيش لا في الطور ولا في الطحين. خايفه على رجله قوي، خايفه على شعر رجله. ما تقولي له بالمره ادهن صدرك زيت وحط جورنالين على صدرك وانت نايم. ليه يا فاطمه؟ ليه؟ لما شفت الكبير بتاعكم يحيى الفخراني مهزأ، وشفت الكبير بتاعكم عادل امام مهزأ، وشفت الكبير بتاعكم محمد منير مهزأ، خليكي متداريه. لا وايه؟ بتشتكي فاطمه اصلا ان شارع شبرا في ناس ميته وناس عايشه، في ناس فقيره معدمه، وفي نفس الوقت بعد ما بتشتكي
بعد ما تشتكي ان الشارع يعني لازم السيسي يبص على الشارع او يبعت حد من عنده، تقول له معلش يبقى البس كلسون يا اخويا. عرفت بقى دول الفئه اللي قال عليهم جمال حمدان، دول الفئه اللي اتكلمت عليهم المقدمه، فئه لا عايشه ولا عارفه تعيش وعندها ضغط ومتنيلين بنيله، وفي نفس الوقت خايفه على ركب الدكتاتور، فبتقول له البس كلسون. كلسون يا فاطمه. تعال نشوف فاطمه قالت له ايه. طلب من اتفضلي. من سعادتك. اتفضلي حضرتك. عايزه اقول للاستاذ الباشا بتاعنا رئيس الجمهوريه استاذ عبد الفتاح السيسي، انا كنت هجيله عايزه رقابه على شارعنا، يعني في ناس تحت خالص وناس فوق. قولي لي شارع اسمه ايه؟ شبرا مصر. يجي يزورها يا اما يبعت اللي وراه. ان شاء الله يا رب الناس اللي بتتابع والمسؤولين يوصلوا له الكلام ده. وانا عايز اروح له، انا مش محتاجه حاجه. ربنا يخليك. مش محتاجه حاجه. انا بشكرك جدا جدا، نورتينا. وعايزاه يلبس كلاسين تحت البلاطيل عشان البرد، احنا محتاجينه. نورتينا ونشوفكم ان شاء الله بكره في صباحك مصري. مفيش حاجه تقطع. ايه يا فاطمه؟ يخص كيف ركب الراجل يا فاطمه؟ قلقان على ركبه ليه يعني؟ يعني في نوع من الخواجات كده لما تقول له ازاي صحتك يقول لك وانت مراتي مالك ومال صحتي؟ يا فاطمه انت ست طيبه، انت يعني قلقانه على ركب السيسي ليه يعني؟ ما يجي له روماتيزم يشيل رجله، ده انت لسه بتقولي ان الشارع والناس وحد يجي لنا. بقالك قد ايه يا فاطمه في الطين اللي انت فيه ده؟ بقالك كتير. وطبعا المذيعه لما سمعت عن موضوع الركب قالت لك اجري، خدت ديلها في اسنانها وجريت خلاص دخلنا في الركب ربنا يستر. لا يا فاطمه، قولي له البس كرسي وخلاص يمكن يكون احسن. انما يا فاطمه اهو ده انت نموذج للمصريين اللي صنعوا ديكتاتور اسمه عبد الفتاح السيسي. لا عايشه وهي فاطمه حاطه لانسز يا فاطمه وعامله جو ما شاء الله والذهب. على كل حال تعال نشوف زمايلنا قالوا ايه. منى بتقول احب اطمن فاطمه ان السيسي متدفي كويس قوي، لانه ببساطه ما بيقلعش وقت الرصاص ومفصل منه بدله كامله. يا منى هي ما اتكلمتش على صدره، اتكلمت على رجله. بس كويس انك انت، بس هو مفيش يعني منى مفيش واقي رصاص بدله كامله، هو الواقي ده جاكيت بس. فهي فاطمه واضح انها بحسها بمصر الجميل قلقانه بقى على المنطقه اللي تحت، يعني قلقانه على الصف الصحي لكن مش قلقانه على فوق، عارفه ان فوق في بقى واقي وبتاع. احمد بيقول يا استاذ محمد هو ما لبسش حاجه، احنا اللي عمالين نلبس في خوازيق، نخلص من خازوق نلاقي خازوق غيره. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. طب وبنلبس خوازيق ليه يا احمد؟ ما اعرفش يا احمد، اهو بقى ده اللي بنقوله في المقدمه يا احمد. لما احنا نقعد نقول ولبسنا خازوق واداني خازوق، ده احنا قدمنا خوازيق كده. ده انا متهيألي لو جالنا، ما هو ده اللي حصل لما جالنا حاكم زي الدكتور محمد مرسي قلقنا على الخوازيق. ما هو في حاجات بالابان يعني في حاجات كده بتبقى كيف، فيبدو ان احنا اتكيفنا على الخوازيق. لما جالنا حاكم نعرف نحاكمه ومفيش خوازيق اتضايقنا. وفي امثله كتير للقصه دي ما ينفعش تتقال. فهوب يا معلم على طول جبنا حاكم يدينا الخوازيق عشان ده الرضع بتاعتنا. جمال علي بيقول يعني رز الخليج كله ورز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي كل دول لم يحلوا المشكله الاقتصاديه العزبه اللي هو حاكمها ولم يجعلوه يشعر بالدفء. يبقى حلق الحاجه زينب هو اللي هيحل مشاكل الاقتصاد، وكلسون الحاجه فاطمه هو اللي هيخليه يشعر بالدفء. وعجبي والله انت كويس انك ربطت بين الحاجه زينب والحاجه فاطمه وبقينا يعني سنه سوخه. بس انا عايز اقول حاجه، ده فاطمه بتتكلم على شارع شبرا، ده شارع شبرا ده داخل القاهره. امال يا فاطمه لو نزلت بقى بني مر وبني عدي وهي والحاجات، لو نزلت البلاد دي ده ضلمه، ده في بلاد تنزلها كده في مصر في جمهوريه مصر العربيه تنزلها تحس انك انت بعد تاريخ، يعني مفيش تاريخ اصلا. عمود نور مولع بينزف نور، يعني بيرجع النور في شارع هناك والناس معديه اشباح. انزل انت يا معلم عزبة عبد اللطيف ابو غياث في الشرقيه مثلا، انزل كفر بطيخ، انزل اي حته. فشبرا شارع شبرا اللي بيصير 24 ساعه يا فاطمه متضايقه عشان اللي فيه. تبص على مصر كلها وفي الاخر تلبس كلسون. اسماعيل المدني بيقول يا استاذ محمد مصر كلها عايزه تلبس كلسون، بس المهم هو ثمنه موجود مع كام واحد. صحيح يا اسماعيل، بكام الكلسون دلوقتي؟ مين اللي سماه كلسون؟ والله نفسي اعرف الاسماء دي، يعني مين اللي قال عليه كلسون؟ وعلى فكره عبقري. الشيخ المصري من تويتر بيقول اذا كان الشعب ما اتكلمش على الاسعار تفتكر هيتكلم على الجزيرتين؟ العسكر بيلعبوها صح، بيموتوه الشعب من الجوع عشان ما يفكرش غير في الاكل. والله العظيم عندك حق يا شبح، انت شبح فعلا على راي سوكا. برضه من تويتر انسان بيقول ولماذا تصادر حق اخواتك السعوديين؟ رجل مثقف مثلك كان ممكن يقول التحكيم الدولي المحايد والحل. انت بتقول لي انا ما صادرتش، بالعكس ده انا بادئ الحلقه الحمد لله بتكلم على صديقي الكاتب ابراهيم الشلبي وهو كاتب سعودي. مين اللي قال صادرت راي اخوات السعوديين؟ يا راجل ده انا بادئ الحلقه كلها بحوار دار بيني وبين مع ابراهيم الشلبي وهو كاتب سعودي يعني محترم. ما صادرتش حق حد خالص، بالعكس. والنهارده كنت بتكلم مع الاستاذ عبد الله العزب في التليفون بنتكلم على فكره ان السيسي اول مره، يعني كل مره يحصل نظام يعادي نظام بس الشعوب مع بعض. السيسي عمل حاجه بين السعوديين والمصريين الحقيقه محتاجه زمن. ليه بقى؟ لانه مش بقى نظام الملك سلمان بيعادي نظام الكلب السيسي، لا ده دلوقتي بقت الشعب السعودي عايز الجزيرتين والشعب المصري عايز الجزيرتين، وبقت القصه بقى دي ارضي ولا ارضك ولا دي ارض. بدل ما كنا بنتكلم على ارض فلسطين دي ارضنا، بقى سعودي ومصري بيتخانقوا على جزيرتين دي ارضي ولا ارضك، ونروح بقى تحكيم دولي والامم المتحده ومجلس الامن قرار 2 وقرار 3. حد يتخيل ده؟ تتخيل انت ان يجي يوم علينا على العرب نتخانق مع بعض على ارض؟ على كل حال تعالوا نبدا الحلقه. يلبس 30